312 كيلو توب سبيد، سرعة خيالية. الموتوسيكل ظهر أول مرة سنة 1999. لكن السؤال هو إزاي وصلت سوزوكي هايابوزا للسرعة دي، وإزاي بقت واحدة من أكتر الدراجات احتراما في العالم. ده تاريخ مش بس عن السرعة، لكن عن الابتكار، الجراءة والمنافسة. في أوائل التسعينات كانت معركة أسرع موتوسيكل في العالم في أكتر وقت مولعة فيه. كawasaki كانت مسيطرة على اللقب ده في سنة 1990 بموديل الزد ار 1100 اللي كان سرعته بتوصل لحد 283. بس ده ما استمرش كتير، ففي سنة 1996 أخدت هوندا اللقب ده من كawasaki بموديل سوبر بلاك بيرد اللي وصل سرعته ل 290 كيلو توب سبيد. سوزوكي وقتها كانت بعيدة عن المنافسة دي، كانت بتنزل موديلات كويسة لكن مش للمستوى ده، لحد ما قررت الدخول بقوة، مش بس عشان تتفوق على الكل، لا ده علشان تكسر كل الأرقام القياسية. اسم هايابوزا ما كانش اختيار عشوائي خالص، ده اسم أسرع طائر في العالم، الصقر الشاهين اللي وصلت سرعته لحد 322 كيلومتر في الساعة وقت الصيد. الرسالة اللي سوزوكي كانت عاوزة توصلها هي إنها تصنع بايك سريع لدرجة تخليها تصطاد منافسينها بنفس الطريقة اللي بيصطاد بيها الصقر فارستو. الشكل الفريد للبايك ده كان مثير للجدل وقتها، لكن كان مثالي لاختراق الهواء وكسر كل قواعد الايروداينامكس. كل جزء في البايك ده متصمم لتقليل مقاومة الهواء وزيادة الاستقرار على السرعات العالية، والمواصفات بتاعة الموتور ده كانت قوية جدا وقتها. كان بيجي ب 1300 سي سي 4 سلندر بيخرج 175 حصان بسرعة قصوى توصل لحد 312 كيلو متر في الساعة، وده كان أسرع حاجة وقتها. وزن البايك ساعتها كان 215 كيلو، كان مزيج حرفيا مثالي ما بين الخفة والقوة. سنة 1999 هايابوزا حتى على كل المنافسين بما فيهم هوندا وكawasaki. البايك ده خلى الكل يتكلم عليه وقتها، من عشاق السرعة لحد الصحافة العالمية، وحتى كمان كانوا بيتكلموا عليه في التلفزيون. اعلان هايابوزا كان متصدر التلفزيون كله اكتر من اي شركه تانية، والشركات زمان كانوا بيعملوا اعلانات للموتوسيكلات على التلفزيون، وده اللي كان اغلب الشركات بتعمله. سرعات هايابوزا كانت عاليه لدرجه خلت الحكومه الاوروبيه تضغط على الشركات المصنعه للحد من السرعات دي شويه علشان يخفوا جنان شويه. وفي 2001 وصلوا لاتفاقيه مش رسميه تحدد السرعه القصوى للموتوسيكلات ل 299 كيلومتر في الساعه، والاتفاقيه دي بعد كده بقت رسميه وهتكلم عليها بعد شويه. بس ده السبب اللي مخلينا مش بنشوف موتوسيكلات ستوك بتعدي ال 300 لحد النهارده. وكل ده كان في الجيل الاول من هايابوزا اللي استمر من 1999 لحد 2007 واتشهر الشهره دي كلها وبقوا اسطورة الموتوسيكلات، واحنا كل ده لسه في اول جيل بس. فتخيل انت بقى بايك في الجيل الاول بتاعه عمل كل ده، ما بالك بالجيل التاني هيحقق ايه. بعد 9 سنين من نجاح واللي باعت فيهم سوزوكي 100,000 نسخة هايابوزا، وده رقم كبير جدا بالنسبة لأول جيل لبايك، نزلت سوزوكي الجيل التاني من هايابوزا تحديدا في 2008 مع موتور أكبر 1340 سي سي وبقوة توصل لحد 197 حصان، بتصميم متحدث، تحسين الايروداينامكس مع شكل اكتر انسيابيه، واضافات تانية كان لازم تكون موجوده في بايك زي ده، زي نظام فرامل الاي بي اس ونظام حقن الوقود الاحسن اللي هو الانجكشن وتحسينات تانية. في الوقت ده وبعد ما هايابوزا بقى علامه مسجله في السرعه والاداء، كان لسه في ناس مش بتحب شكل الهايابوزا، وده طبيعي. فالهايابوزا يا اما تحبه جدا يا اما تكرهه جدا، مفيش نقطه وسط في الموضوع ده. واللي في وجهه نظري الشخصيه شايف ان ده واحد من احسن التصاميم اللي عدت على تاريخ صناعه الموتوسيكلات كلها، بالكيرفات الناعمه اللي ماليه جسم البايك. برضه هايابوزا مش بس ايقونه في الشارع، ده كمان ايقونه في الحلبات والدراجات، واي حد بيفكر يدخل دراج اول بايك بيجي في باله الهايابوزا على طول، وده منطقي الصراحه. انا لو هعمل دراج ريس هختار الهايابوزا. شهرة الهايابوزا كانت بتزيد يوم عن يوم علشان حرفيا البايك ده تقدر تعمل بيه اي حاجه، اي حاجه حرفيا. تقدر تعدله وتغير شكله 180 درجه شغال، تخليه صاروخ سباقات وتركب عليه تربو برضه شغال، تسافر بيه وتقطع بيه مسافات طويله برضه شغال. من الاخر اي حاجه بتفكر فيها الهايابوزا هيعملها لك. وتأثير الجيل الثاني على عالم الموتوسيكلات انه حافظ على مكانته كأسطورة في عالم الموتوسيكلات، خاصة بين عشاق الرحلات الطويلة والسباقات، بعد ما وقف الانتاج مؤقتا بسبب معايير الانبعاثات الأوروبية. والموضوع ده كان عامل مشاكل وقتها لانه بقى بيخلي الموتوسيكلات اضعف واقل في الأحصنة، والشركات بقت لازم تحط كاتم كبير وتقيل، وده بيقلل من الأداء. لكن سوزوكي اشتغلت على انها تواكب الكلام ده وفي نفس الوقت تعمل جيل جديد من الهايابوزا قوي برضه زي زمان. رجع الجيل الثالث في 2021 عشان يواكب التغييرات بتصميم جديد ويا جماعه انا مش قادر اشرح لكم جمال التصميم والله. واخيرا سوزوكي غيروا فكرهم عن التكنولوجيا وحطوا التكنولوجيا في الجيل الثالث كلها. تحديثات عملت من الهايابوزا اكتر اناقه وقوه. وعدني معايا عداد ديجيتال بالكامل، تراكشن كنترول وكوك شيفتر فوق وتحت، لانش كنترول عشان اهم حاجه في البايك وهي الانطلاق من الصفر، مثبت سرعه ونظام منع الرفع وانماط سواقه جديده وانظمه مساعده الكترونيه تانية. بالرغم من التحديثات حافظ هايابوزا على نفس الروح مع تحسين الاداء عشان يمشي مع معايير الانبعاثات. هايابوزا ما كانش مجرد اسرع موتوسيكل وخلاص، ده بقى ايقونه في الثقافه العامه حتى.
ظهر في افلام زي ترك. جروبات محبين الهيابوزا مفيش اكتر منها. هيابوزا بقى ايقونه بتمثل حلم الياباني في تجاوز الحدود وتحقيق المستحيل. بس للأسف مع التوجه ناحية الكهرباء والتجديد المستمر يفضل في سؤال مهم بيتسأل: هل هيبوظ هتدخل عصر الدراجات الكهربائية؟ ودي حاجة بقولها وأنا زعلان صدقوني، بس ده الواقع. هيبوظة ممكن يحصل فيها زي ما دوج عملت مع الشارجر ونيسان هتعمل مع الجي تي ار. التوجه العام بقى رايح لناحية الكهرباء والطاقة النظيفة والكلام ده. فلو عاوزين فيديو عن الموتوسيكلات الكهرباء وازاي ممكن تبوظ الصناعة، اعملوا لايك للفيديو ده وقولوا لي في الكومنتس. في الآخر، هيبوظة مش مجرد بايك، دي شهادة على قوة الابتكار والجراءة، أسطورة صنعتها السرعة وحافظت عليها القلوب. والسؤال الأهم: هل أنت مستعد علشان تتحدى الصاري الياباني؟ في الآخر أحب أشكركم على المشاهدة وأتمنى إن أنتم ما تنسوش اللايك والاشتراك. مع السلامة.